الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، أفضل الرجال وأقوى الرجال وأشجع الرجال، النبي المصطفى المصفى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. النصر يا جماعة ما هين والله، بيجي بعد الشدة، ولا بتوضح أن الرسل حصلوا مرحلة ما بعد الصبر بل وكذبوا. ربنا ما قال حتى إذا يئس الرسل، لا، قال حتى إذا استيأس الرسل، لأنه في فرق. اللي يستيأس ده ملي على إنه لسه في أمل وملي على إنه حينتصر، أما اليأس ده عكس الأمل وعكس التفاؤل، ونعوذ بالله من اليأس. وأنا بوجه رسالة لكل الناس اللي فقدوا الأمل وقنعوا ويأسوا. أحب أقول لكم أول شيء، أسألك بالله، عايش في الخرطوم كم سنة؟ بتاكل بتشرب مرفه أو بتدرس أو بتشتغل؟ حرب يا أخي 5-6 شهور تقنعك وتيئسك من البلد دي، قول سنة برضو تيئسك وتقنعك، دي بلدك في النهاية. قول ما عندك ثقة، ما عندك أمل في أي شيء، برضو ما عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى. والشغل ده منهج يا جماعة، مخططين له من بدري والله، عشان يكرهونا في بلدنا وعشان يحجرونا وينزحونا، والعربان بتاع أفريقيا ده اللي يستوطنوا هنا، وعشان انتوا تقنعوا وتيأسوا زي ما أغلب الناس حاليا محبط بس، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان على اليأس والقنع، بالله عليكم المفروض يأس منو يقنع منو؟ الشال التلفون بالصفع ولا الماسك السلاح؟ هاي احنا لافين بالسلاح ده لو بقجنا، وما معروف الواحد والله يموت وين ولا 200. وكل يوم اخواننا ودفعتنا اللي اتجندنا سوا، خشينا الجيش ده سوا وطلعنا دورات سوا، فينهم اللي بيموت قدامنا وبندفنهم بيدينا. ما نياس ونفقد الامل ونمشي ونقول دي شغله فارغه وبيجور زمن ونحن برضه يموت. ليه بنقول الكلام ده؟ شفت لقى عسكري بيقول الكلام ده؟ ما بيحصل والله ولا هيكون. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضموا علي كرام. والله ما بنعرف أي مكان غير هنا، ودي بلدنا والله، وده ابتلا، ونحن راضين بحكم ربنا. لما نزيل وحنقاتل وننتصر ونجيب حق أخواننا وغاداتنا ودفعتنا الأبرياء اللي استشهدوا دي، لأنه دي والله أمانة والله في رقبتنا، وربنا بيسألنا منها. هم عارفين إننا بنكمل مسيرتهم إن شاء الله، إن إحنا ما أحسن منهم، نموت والله ونشبع موت، ومن لم يموت بحد السيف مات بدوني. أقعب حاجة ممكن تحصل شنو؟ مش نموت، خلينا نموت معززين مكرمين في بلدنا، بندافع عن قضية. يا أخو الرسول صلى الله عليه وسلم مات، الدنيا دي لو كان فيها خير لبقى ولا كيف؟ ولو على الياس تياس انت عشان زهقت من القعدة والملل ودار ترجع بيتكم ودراستك وحياتك، صح؟ طيب ونحن برضو ما عندنا بيوت طلعنا منها وجاجانا زيكم، وصرنا برضو ما النزح نزح والعان عان والفلس فلس، ما في استثناء، كلنا متضررين، ونحن برضو بندرس زيك وعندنا حياتنا العادية ومتمنين نرجع لها. وصلى غالب حريب انفرضت علينا، احنا ما لنا في اي يد ولا لنا في اي دخل، انفرضت علينا ونحن قدروا بعد. ونحن شباب البلد دي والله طال الزمن وقصر، الحرب دي حتنتهي، ولقدام حنمسكها نحن الشباب الغوش دي، وحيمسكوها برضو القنعانين والياسانين السيدات، انا وانت وغيرنا وكلنا. وانت من هسه تقدر تقول لي يست وقنعت؟ طيب حقك ده اللي بيجيب فيهم منو بعدين؟ حيجيب فيها منو؟ حتمشي تجيب لك زول من برا قاعد ولا كيف؟ حيجيب فيه منو حقك؟ ونحن يأسين ومحبطين من هسه، غاداتنا وولاة امرنا ديل كلهم حيمشوا ويجوا دورنا نحن ديل نجيب في البلد دي. لما نيجي دورنا او لما نيجي دورك انت انك تجيب في البلد دي، تذكر انك ما جدير لانك تغوت او تدير، وانك كنت يأسان. النقطة دي ما تفوت عليك. الحرب دي نفسية والله يا جماعة اكتر من انها واقعية، ما تفزم نفسيا. احنا مسلمين قبل ما نكون سودانيين. ارفع راسك وافتخر ووعاك، اوعى اي زول فينا ينكسر. لو انكسرت ويست يا اخ تنكسر جوا بلدك وجوا وطنك، طيب ترفع راسك وين تاني وتحلم وين وتتأمل وين؟ نسأل الله الثبات. التتار زمان لما دخلوا بغداد قتلوا الأطفال واستحيوا النساء وهجروا الأسر وعملوا ما عمل. وأهل السير قالوا التتاري لما يلقى له مسلم نايم بيصحيه، يقول له ما تتحرك من مكانك، بيمشي ويفتش له سيف أو سكين، بيلقى المسلم قاعد بيطقطق في رقبته مستني التتاري عشان يذبح أو يقتل. شوف وصل وين الناس من الذل والانكسار واليأس. وده والله العظيم أسوأ أنواع الهزيمة النفسية. عشان كده بنقول لكم يا جماعة ما تياسوا،
وما تقنعوا وما تنكسروا وما تهزموا نفسيا. خلوا ثقتكم في ربنا سبحانه وتعالى كبيرة. الحين والله الجيش ده كلنا بس مجرد أداء بإننا نجيب النصر، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. والحرب دي استمرت عشان ربنا يورينا إنه مهما عملنا مهما فعلنا إنما النصر من عند الله. وأصله يا جماعة ما أربان أفريقيا أو شوية شماشي صعاليك أو شوية مساجين مسلحين يهزونا أو يقنعونا أو يكرهونا في بلدنا. والله نموت بعز وشرف أفضل من نعيش منكسرين ويأسانين. وفي بلدنا كمان الحياة شنو يا جماعة غير أمل ويقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. ولو أنا اللي قدامكم ده مت بيجي غيري يكمل، ولو غيري جا مات بيجي غيره اللي بيكمل، وغيرنا لو مات بيجي غيره، والحياة مستمرة وماشية. حتى لو مات رافع الراية بيجي غيره 1000 بيرفعوا الراية أبو الصمود. ودي القيم يا جماعة ربونا عليها أهلنا زمان حفظ الود. والجيش علمنا يعني نرد المعالم لأهلها تنظيم المعطنة من الحدود. والله ما فينا أي زول تاي، ولا فينا زول فاقد الأمل، وما فينا زول يأسان، وما فينا زول قنعان ولا حير. بس فينا الما واثق من ربنا سبحانه وتعالى، الما واثق في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، الما متوكل. وده اللي بينقصنا كمؤمنين، التوكل وعدم اليقين وعدم الثقة. ما هزمنا إلا منا ومن عندنا، وما انتصرنا إلا من عند الله. والداير يفقد الله يا جماعة خلي اللي يفقد. نحن ما رايين والله العظيم أي حاجة من أي نسبة، رايين الله وسوء ربنا ده اللي بينصرنا. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم ومن ذا الذي ينصركم. وبإذن الله طال الزمن يعني أو قصر حننتصر إن شاء الله. وزي ما قلت لكم نحن سبب بس ما أكتر والله ولا أقل. الواحد فينا والله العظيم يا جماعة بحمل معنويات، يعني لما نشوفكم ويقرأ دعواتكم نحن بنستمد القوة والأمل من الله سبحانه وتعالى ثم منكم. ما تحبطون وتحبط روحكم بكلمات تافهة ما بتسوى، شدة وتزول. ونحن مقدمين أرواحنا اللي أغلى ما نملك، اللي ما بتتباع ولا بتشترى، فداء لله ثم للوطن ولآخر نفس وآخر قوة. والله العظيم ربنا خدتها فينا هنقاتل بكل الوسائل والسبل. وختاما بقول ربنا يعجل بالفرج والنصر، ونسأل الله الثبات بعد الصبر، ونصر من الله وفتح قريب.